السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة وصفتي معاكم وصفة الجاتوه. جميل، هوفر معاكم توفير مش عايزة أقولك. أنا بفيديوهاتي بتقدم لكم حاجات التوفير يعني عشان أقدر في الغلا اللي احنا فيه ده أوفر على قد ما نقدر. بعمل معاكم جاتوه بكمية كتير وبمقادير أقل. يعني ما شاء الله، هو الكمية انت شايفة اهي، كمية كتير لكن المكونات بسيطة. هتطلعي بقى وتاكلي كده، مش هتنسي الحلاوة بتاعت الجاتوه اللي انا عاملاه معاكم. هش وطري وخفيف وجميل، وكمان منعش كمان في الحر. طلعي بقى القطعة ديت وتاكلي كده، الله على الجمال. طلعي قطعة للأولاد ياكلوها هما بيذاكروا، ما شاء الله. ولا في العشاء مع كوباية شاي، أو في العصر كده في الروقان، هتاكلي طبقات من اللذاذة، طبقات من الجمال. طبق كيك خفيف هش وطري، وطبقة كريمة، وطبق جيلي تحفة تحفة كده. ما شاء الله على الجمال وعلى الحلاوة. شوفي بقى، بوريكي وبقول لك شوفي كمية الطبقات الجميلة دي تحفة تحفة كده، ولا الطعم ولا الحلاوة. اتفضلي وتكون مشاهدة سعيدة على حضراتكم. المكونات سهلة وبسيطة وخفيفة. عندنا إن شاء الله 3 حبات من البيض، معانا كوباية من الزيت خفيف وبيطلع الكيكة خفيفة وهشة. بتحط 3 حبات بيض، هتحط عليهم فانيليا على طول. ما شاء الله، اهو بنزل بالفانيليا على طول. بيض يعني فانيليا. معايا كوباية من السكر، كوباية السكر عليها كوباية لبن مباشر اهو. لو عايزة تعملي نص الكمية اعملي كوباية واحدة سكر، كوباية واحدة لبن. لكن انا مكترة المقدار، عاملة كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من الحليب، عليهم كوباية من الزيت. ما شاء الله، مكونات خفيفة وكلها في الخلاط، ومش هتوسخي مواعين كتير. وكوباية الزيت، وهتحطي في الخلاط كله وهتضربيه. هتحطي كيس من الفروتي برتقان او التانج الموجود عند حضراتكم. كل ده بتقلبيه في الخلاط وتضربي بقى. ما شاء الله، اهم حاجة السكر يدوب ذوبان كامل، مش عايزة اي سكر يكون مخرص في الكيك، عشان يطلع معاكي هش وطري كده. انا بعد ما ضربته خلاص، ما شاء الله تحفة. اللون تحفة، الطعم تحفة، جميل كده. مش عايزه اوصف لك على الجمال وعلى الريحه ولما تشوفيه وتعمليه. هنزل بقى بكميه السوائل في طبق يكون نشف ما فيهوش ميه، ومعايا المضرب، وهتنزلي كل السوائل. ومعايا كيس كيك شيف 16 جرام. ما شاء الله، بتنزلي بكله لان انا عامله كميه كبيره. خلاص كده اهوت، انا عامله معايا نخله الدقيق الفينو اللي هو متعدد الاغراض. نخله حلو وحطه في طبق، وبنزل بيه. ما بحددش كام كوبايه، انا باخد الدقيق على حسب العجينه ما بتاخد مني. لا عايزاها تقيله سميكه، ولا عايزاها خفيفه سايله قوي. يعني الوسط حلو تطلع معاكي. كل ما تكون الكيك خفيف، ما يكونش مكتوب. ما شاء الله. بنزل بكمية الدقيق اهوت، وبتقلبي في اتجاه واحد. هيطلع معاكي كيك هش خفيف طري تحفة. كل ده انا هيك كده خلصت، ما شاء الله. وبعد ما قلبت الكيك خلاص، هنزل بمعلقتين، او يعني بص الكمية الموجودة عند حضراتكم، بالجوز الهند. تحفة، جوز الهند بيدي للكيك ريحة تحفة كده، بيودي الكيك في حتة تانية خالص. ما شاء الله كده خلاص، قلبت ودوبت كل حاجة. هجيب بقى الصينية مدهونة من السمنة أو الزيت، ومبدراها بالدقيق، ومنفضة الدقيق خالص علشان ما يبقاش ليه أثر في الصينية. خلاص كده هنزل بقى بكمية السوايق، بكمية الكيك، وانزل بيها في الصينية. وانا قبل ما اعمل الكيك انا مشغله الفرن على درجه حراره واطيه خالص، عشان عايزه الكيك يطلع متلدن وحلو، مش يطلع احمر من بره وني من جوه، لا. ما شاء الله، تهبدي بس صينيه الكيك على الرخامه عشان تطلع كلها سوا واحد واتجاه واحد. هدخلها الفرن، وبعد ما تطلع هوريكي هعمل ايه. كده بقى معايا، على ما الكيك يطلع معايا كيسين من جيل الفراوله، هنزل بيهم في طبق. ومعايا كوباية من المية، أنا مش عايزة مية كتير. يعني احنا في الحقيقة لو بنعمله الجيلي دي للأكل في البيت هياخد أكتر حاجة 4 كوبايات مية. لا، أنا مش عايزة المية كتير عشان يكون سمك الجيلي تقيل وما يبقاش سايل على الكيك. شوفي
هي كوباية واحدة مية على الكيسين الجيلي، بركنه في جنب. انا برتب خطواتي وبعمل حاجة حاجة. معايا هنا كريم شانتيه من اي محل، توم من المحل ومن عند العطار ما شاء الله. وبنزل بايه كوباية من المية، وهاخد معلقتين من الجيلي يدوا لون وطعم جميل قوي قوي للكريمة. وكل ده هتضربيه في ايه بالمضرب، هيديكي سمك تحفة قوي قوي يعني. وغير كمان طعم الجيلي في الكريمة بيودي الكريمة في حتة ثانية خالص. كل ده هتضربيه بالمضرب لحد ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه. خلاص كده الكيك طلع وبرد ما شاء الله. هسقي الكيكة من الجيلي نفسه، بس يكون بارد، لا يكونش سخن ولا الكيك سخن، الاتنين يكونوا باردين كده. خلاص بسقي الكيكة نفسها وتخرميها بالشوكة عشان تشرب من الجيلي كده ويطلع طعمها تحفة. خلاص كده اهوت. هجيب بقى شوكة وابدأ اخرم واعمل فتحات للكيك عشان الجيلي يتشرب، الكيكة تتشرب من الجيلي. والكريمة باردة معايا والكيك بارد معايا، هنزل واساوي الكريمة واظبط صينية الكيك التحفة الجميلة اللي حضراتكم هتعملوها وهتكونوا اشطر مني بكتير. هسوي بس الكريمة على طبقة الكيكة كده هتطلع معاكي تحفة كده ما شاء الله. انا سويتها وهحطها في التلاجة للأمانة ربع ساعة، علشان انا بقول لكم بحطها في التلاجة وهطلعها بعد ربع ساعة علشان اما احط الجيلي ما يسحش ويضيع معدي. لا، الكريمة تكون متماسكة والجيلي بارد، وتنزلي بقى شوفي ومقطعة تفاحية في قلب الجيلي، تشرب من الجيلي وتبقى طعمها تحفة قوي وبتدي طعم وشكل جميل. الطبقة الجرنش دي الحاجة الأخرانية دي بتبقى ذوقيا يعني، كل واحدة لها ذوق، وأنا عارفة أنتوا ذوقكم أحسن مني بكتير. بنزل بالجيلي كله، طبقة الجيلي كلها على الكيك، تبقى جميلة شوربة كده جميلة عسل. هبدأ أدخلها التلاجة أو الفريزر ساعتين، وهبدأ أطلعها وعملت لها جرنش كده بسيط. عملت لها بقية الكريمة زوقتها وشوية فستق وشوية بندق وحاجات، وظبطت الجرنش الأخير. ومع ألف سلامة ومع فيديو تاني.